السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. تعالوا بقى نشوف فيديو النهارده كده هنعمل ايه للغدا. جبت كده حلة حطيتها على البوتاجاز، حطيت فيها 4 معالق زيت عشان اعمل رز صيادية، رز السمك. هجيب كده حوالي 3 بصلات متوسطين مقطعاهم مكعبات، اللي عايز يزود البصل يزود، كل واحد وراحته. دول 3 تقطعهم كده بالشكل ده مكعبات، حطيتهم في الزيت، هحمرهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي كده غامق شوية، وبعدين هشوف هضيف لهم ايه. انتي ايدك فيه بقى على طول من الجناب كده عشان ما يتلسعش منك من ناحية واحدة، يبقى كله واخد لون واحد. انا كنت هقلي السمك بس لا، الولاد بيحبوه مشوي اكتر. الفيديو الجاي بقى بعمله لكم مقلي. كده بدأ ياخد لون ذهبي معايا، هغمقه اكتر من كده شوية، سنة كمان عن اللون ده كمان. وبعدين هنقطع طماطماية متوسطة وقرن فلفل اخضر، قرن فلفل اخضر. عايزاه حراق بارد انتي وراحتك، هو كده كده بدي طعم جامد للرز، بيخلي طعمه حلو. انا قلت اشارككم الفيديو النهارده، هي حاجه سهله وبسيطه، وعامله رز الصياديه قبل كده في القناه، بس قلت اشارك معاكم الفيديو النهارده. كده جبت طماطمايه وقرن فلفل حراق بارد بقى حسب رغبتك زي ما قلت لكم. هتحوش هتنضفيه كده من جوه وتقطعيه مكعبات صغيره. وعينك برضو على البصله اللي على البوتاجاز، احنا بنخليها لون بني كده، ده يعني اغمق من الدهب شويه، وبعدين نروح ضايفين عليها، اوريها لكم لونها دلوقتي، ونضيف عليها الطماطميه وقرن الفلفل، بيديها طعامه جميله قوي في الرز. كده قطعتهم بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه، عايزاكم بس تشجعوني عشان القناه تتفعل معايا. يعني اللي يدخل الفيديو يحط لايك للفيديو، يعمل سبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم. كده قطعتهم بالشكل ده، هضيفهم بقى على البصل. شفتوا لون البصلة ايه؟ توصلي البصلة لدرجة اللون ده، وتحطيهم وتهدي النار. بس الفلفل والطماطمايه يتبالوا شوية، يعني كده على نار هادية خالص. وما تخافيش، مش يعني بتخلي طعم الرز حلو، يعني اللي مش عارف مثلا او مش جربها قبل كده جربها، طعم الرز هيعجبكم. الاكل ده اذواق يا جماعة، بس مش غلط يعني ان الواحد يجرب. كده حتى نقيت الرز غسلته وصفيته وحطيته كده. انتي معيارة الرز المصري الكوباية عليها كوباية، غير الرز البسمتي، يعني كل كوباية رز عليها كوباية مية. حطيت مكعب مرقة دجاج، وتظبطي بقى الملح حسب ذوقك، عايزة ملح الرز ملحه خفيف، يعني كل واحد بيحدق الحاجة حسب ما هو عايز. هنا عاملة ده مجين شوربة رز كده، هعاير برضو مجين نفس المج اللي انا عايرت بيه الرز، عاير بالمية. انا بعتذر لكم، اتأخرت بس عليكم شوية في الفيديوهات، كان غصب عني. كده حطيت مج مية، حطيت المج التاني اهو، تظبطوا الملح بقى وتغطي عليه، واول ما يغلي بنهدي عليه. انا بنضف السمك في البيت،
وبطلع مثلا عايزة اشوي برا اشوي هنا، بس قلت اشوي احسن. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله اعمله لكم مقلي. كده الرز اتفلفل معانا زي ما بوريه لكم. هنعمل بقى سلطة خضراء وبعدين اغرف الاكل. انا بس يا جماعة عايزاكم تشجعوني بس بالله عليكم عشان القناة تتفعل، عشان المشاهدات قليلة قوي على القناة. انا عاملة القناة دي كشغل ليا يعني من البيت وكده، فعايزاكم يعني تقفوا جنبي لحد ما تدفع. عايزة بس من اي حد يدخل يشاهد الفيديو يعمل سبسكرايب كده للقناة وشير للفيديو عشان القناة تكبر بكم ان شاء الله. كده جبت جرجير وبقدونس وقطعتهم بالشكل ده. وبصل اخضر. الحاجات الخضرا دي بتحلي السلطة. اللي عايز يبشر جزر بقى يحط على جزر. كنت عايزة احط خس بس ما كانش فيه صراحة. الخضار حلو كتير على السلطة كده بيبقى حلو. وليمون بقى ومعلقة خل. في ناس بتحب تحط زيت زيتون. وبصل اخضر قطعه كده بالشكل ده. تقسميه حرف الزائد من فوق عشان ما يبقاش دواير كده في السلطة، يبقى في منظره كبير. وبشكر يا جماعة كل التعليقات بتاعة الفيديو اللي فات. اي حد كتب لي كلمة كويسة بشكركم كلكم. نقطع الخيار والطماطم ونكمل بقى الفيديو مع بعض. وان شاء الله اللي جاي احسن يا جماعة في القناة يا رب. على خير يا رب ان شاء الله. هنقطعها كلها كده مع بعض، ونبقى كل واحد يضيف الاضافات اللي هو عايزها. نضيف الملح والليمون والخل. خلصتها كده بالشكل ده هظبطها بقى واغرف الاكل. غرفت كده الاكل بالشكل ده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.